أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. اقرأ برواية هشام عن ابن عامر الدمشقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. بسم الله الرحمن الرحيم يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. اقرأ برواية السوسي عن عبد العمري البصري. بسم الله الرحمن الرحيم يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار نعم أجر تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها نعم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله
فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. اقرأ برواية شعبة عن عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. السؤال الأول: بين مذاهب القراء بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، مع ذكر الشاهد من الشاطبية. أذن ويقاتلون معا. نعم. نعم. أذن هناك قراءتان حولها. هناك من القراء من يقرؤون بالضم وهناك من يقرأ بالفتح. الإمام يعني تجمع اللفظين أذن للذين يقاتلون، كلمة أذن وكلمة يقاتلون. نعم. نافع وابن عامر يقرآن. نافع وابن عامر. أبدأ بيقاتلون. نعم. نعم. نافع وحفص يقرآن أذن بالضم والكسر، أذن للذين يقاتلون. يقاتلون بالفتح، أذن للذين يقاتلون. والقراءة الثانية ابن عامر يقرأ. الإمام أبو عمرو يقرأ أبو عمرو ومعه ابن كثير يقرأ. نعم. يضافي والمضموم في أذن تلا. نعم حفظ. أبو عمرو والمضموم في أذن اعتلى. نعم حفظ. أبو عمرو ومعه شعبة يقرآن أذن للذين يقاتلون بالكسر. أذن بضم الهمز وكسر الذال، والتاء يقرأ بالكسر. ثم الباء
الباقون يقرؤون. قبل الباقون، قبل الباقين. نعم. قبل الباقين. طيب الباقون ماذا يقرؤون؟ الباقون يقرؤون. وليس الباقين موجود قبل أبو ماذا يقرأ ابن عامر يقرأ أذن للذين يقاتلون بكسر الذال. والباقون بماذا يقرأ وليس بكسر الذال؟ يقرأ أذن ابن عامر أذن للذين يقاتلون بالفتح. نعم. المجموعة الرابعة وهي الأخيرة. الباقون يقرؤون أذن للذين. الباقون يقرؤون أذن بالفتح وفتح وكسر أو كسر التاء يقاتلون. طيب السؤال الثاني. الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني اشرح قول الشاطبي رحمه الله وسال بحمد مسلم كان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء مبتدأ. البيت. وسال بحمز مسلم كان وغيرهم. وسال بهمز غصن داني. الإمام الشاطبي يبين لنا هنا أن المرموز لهم بالغين وهم الكوفيون وأبو عمرو البصري وابن كثير يقرؤون سال في قوله تعالى سأل سائل يقرؤون بالهمز سأل. والباقون وهم عم نافع وابن عامر يقرآن سال بدون الهمز غصن دان. وغيرهم من الهمز أو من ياء نبدلة، بمعنى غيرهم وهم نافع وابن عامر ابدل الهمز من الهمز وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء من الواو أو من ياء ابدلا الهمزة. اسمع الإجابة. قرأ أبو عمرو الكوفي وابن كثير بعمدة مفتوحة محققة في سأل من السؤال. وقرأ نافع وابن عامر سأل بألف من غير على وزن قال وهي لغة قريش. نعم. ثم ذكر التوجيه. توجيه القراءة فيه ثلاثة أقوال: أن الألف مبتدأ من الهمزة ولا غير قياس أنها مبتدأ من واو على أن أصلها ساوى. الثالث أنها مبتدأ من ياء على أن أصل الكلمة كان يزيد من السيلان. نعم. الإجابة الرابعة. السؤال الثالث اقرأ من قول الشاطبي رحمه الله ويدعو لخاطب إذ لوا هائها إلا هاء منه. قال الشاطبي رحمه الله ويدعون خاطب إذ لوا هاء منهم بكاف كفى أو أنزل الهمزة ثملة وسكن لهم وضم بيظهر واكسرا ورفق الفساد انصب إلى عاقل حلى فأطلع ارفع غير حفص وقلب نوم ومن حميد أدخل نفر صلة على الوصل واكسر على الوصل واضمم كسره يتذكرون كهف سمع واحفظ مضافاتها العلا ذروني ودعوني وإني ثلاثة وإني لعلي وفي مالي وأمري مع إله. سورة. السؤال الرابع اقرأ قول القاضي رحمه الله وأول والكوف عين الرويا تأثيما أول ومك نفيا أولى اليمين الكوف معه الثاني رد وليس إنشاء لبصري يعد أولى الشمال يسقط الكوفي أولى الحميم يترك المكي
الإجابة صحيحة. السؤال الأخير اذكر خلاف علماء العدد في قوله تعالى إن شجرة الزقوم مع ذكر الشاهد من البراء والحساب. نعم، شجرة الزقوم الذين يعدونها آية الذين يسقطون الآية هم المكي والمدني الثاني والحمصي، والباقون لا يعدونها آية. والدليل قول قول الناظم شجرة الزقوم للمكي دع كالثاني والحمصي كما عنهم وقع.